ازيكم شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على النافيجيشن وهنعمل كاستمايز لكل حاجه فيهم. فياريت تفتح معايا هيرو ايكون وكمان تفتح معايا النافيجيشن الخاص بفيلمنت دوكس. هنا النافيجيشن ايتمز هتلاقيها موجوده كلها في resources class. لو انت كده رحت على resources class ودخلت جواه هتلاقي عندك هنا النافيجيشن بادج تول تيب والنافيجيشن جروب ونافيجيشن ايكون، حاجات كده كتيرة تبع النافيجيشن. فتعالى كده ان احنا نجرب كل واحدة فيهم تعمل ايه. خلينا هنا بالترتيب بتاع الدوكيومنتيشن. هنا بيقولك لو انت عاوز تغير الاسم بتاع النافيجيشن اللي عندك هنا، مثلا وليكن انت عندك بوست عاوز تخليها باسم بلوج بوست، فهتغير الليبل بتاعها. فانت هنا هتقول له ايه، لازم تكون جوه الريسورسز بتاعتك اللي هي مثلا وليكن بوست ريسورسز. فانا هغير البوست ريسورسز ان هي تكون بلوك بوست بالشكل ده واعمل كده فورمات دوكيمنت، اعمل سيف. لو عملت ريفرش هلاقي هنا اتغيرت لي بلوك بوست. طيب لو انا كده عاوز اغير الايكون بتاعت دي هغيرها ازاي؟ بص يا سيدي، انا ممكن اخد حاجه اسمها paper airplane. بس الكلام ده بيكون منين؟ من هيرو ايكونز، لان هو اصلا بياخد كل الايكونز بتاعته منين؟ من هيرو ايكونز. هيرو ايكونز عندك حاجات كتير جدا، منها الاوتلاين وعندك السوليد وعندك المنيو. المنيو دي هي بتكون حاجات صغيرة جدا، ايكونز صغيرة مش بتبقى حلوة قوي لفكرة انك تستخدمها مع النافيجيشن، ولكن ممكن تستخدمها في البادجز هي والمايكروز. ولكن خلينا هنا في الاوتلاين والسوليد. طبعا هنا الاوتلاين والسوليد هما بيكونوا بنفس الاسم، ولكن الفرق هنا ايه؟ انت هنا لما تيجي تكتب هيرو ايكون او هنا بتمثل الاوتلاين والاس بتمثل السوليد. انا مثلا هنا جوه الريكتانجل ستاك هغيرها واحطها باسم بيبر ايربلين. وانا كده عملت ريفرش هتلاقي ان الايكون هنا اتغيرت. طيب هنا بقى هو بيكلمني عن active navigation icon، اللي انت ممكن تحط اتنين ايكون، واحدة مثلا تكون outline لو هي inactive والتانية تكون solid لو هي active. ليه بقى؟ هنا زي ما انت شايف كده العلامة بتاعت السيتنجز دي او الترس ده مفرغ من جوه، وهنا ده هيكون الاوتلاين، وهنا لما يكون كامل من جوه يبقى كده بقى السوليد. فتعالى كده نشوف. هنا هنشيل النافيجيشن ايكون وهنخليها اكتف نافيجيشن ايكون بالشكل ده، وبدل ما هي تكون اوتلاين هتكون solid. تعالى كده نعمل سيف ونعمل ريفرش. زي ما انتم شايفين هنا بقى الايربلين كلها كاملة. لو رحت كده على الداشبورد عشان تكون inactive فساعتها هتكون outline. كمان هو هنا بيقول لي ان انت ممكن تغير في الترتيب بتاع النافيجيشن ايتمز بتاعتك. فهنا بيقول لي ان هو by default بشكل افتراضي navigation items are sorted alphabetically، يعني بشكل اللي انا مثلا بجيب ال A، حرف ال A الاول، بعد كده C، بعد كده وهكذا. تمام. عاوز بقى اغير البوزيشنز بتاعتهم، فانا هنا ممكن اقول له اخلي النافيجيشن سورت بتاعتي للبلوج بوست يكون مثلا رقم واحد واعمل سيف. بس خلي بالك ده مش هيأثر، ولكن هيأثر بالسلب. بص البلوج بوست حصل فيها ايه؟ نزلت لتحت خالص. تمام، لان هي مش من ضمن الترتيب هنا. فانت بقى محتاج ان انت تعيد ترتيب كل النافيجيشن ايتمز اللي معاك. فمثلا هنا كاتيجوريز هخليها رقم اتنين. فهنا هتلاقي ان البلوج بوست هي بقت فوق الكاتيجوريز، لان البلوج بوست رقم واحد والكاتيجوريز رقم اتنين، وهكذا. لو انا رحت على users resources وحطيت فيها رقم تلاتة، معنى كده ان انا عدت ترتيبهم. ولكن طبعا الداشبورد هنا هي شيء مختلف خالص. انت ممكن تعيد ترتيبها ولكن بشكل مختلف. تمام، لان الداشبورد دي هي بتكون ثابتة، ولكن اي items انت بتعملها بناء على الريسورسز بتاعتك فهي بتكون متغيرة بالشكل ده.
هنا انا لو عاوز اعمل باج بالشكل ده جنب مثلا orders او products او الحاجات دي كلها، فانا هنا ممكن اعمل باج لنافيجيشن ايتم عن طريق ان انا اكتب الفانكشن دي هي get navigation badge، وطبعا هي بترجع لي string. فتعالوا كده ان احنا ناخد الكلام ده كله كوبي ونروح على البوست ريسورسز. خلينا نجرب ان احنا نكتب مثلا هنا اي حاجة وليكن posts مثلا، نعمل save، ولو عملنا ريفرش هتلاقي ان هنا في باج ومثلا مكتوب عليه posts، او ممكن نخلي هنا في كلمة new لو ده مثلا لسه مضاف جديد for example. او ممكن تاخد نفس المثال بتاعه اللي هو هيكون انت بترجع static و get model، حاطط له الموديل بتاعك اللي هو هيكون posts، تعمل بقى count مثلا عدد البوستس الموجودة عندك، تعمل سيف هنا تعمل ريفرش هتلاقي اللي هو كتب لك هنا رقم. ممكن هنا برضو تغير الفكرة شوية وتخليها بدل static get model وتقول له مثلا هنا ايه for example انا عاوز يكون عندي البوستس where published false count. لما يكون مثلا ال published يكون false، انا عاوز اشوف كم بوست عندي هو unpublished. لو عملت refresh طبعا هلاقي واحد بس هو اللي يكون unpublished، قفلت واحد وخليته unpublished عملت refresh هلاقي فيه اتنين، وهكذا. هنا لو عملت refresh هلاقي هنا فيه زيرو. فانت ممكن تعمل اي حاجة انت عاوزها في الفانكشن دي، مش لازم ان انت تستخدم ان هو get اللي هو static get model count والحاجات دي كلها. طيب هنا في فانكشن تانية اسمها get navigation badge color. ساعتها احنا ممكن نغير البادج color على اساس مثلا عدد الستوكس مثلا الموجودة عندنا. لو هي ستوكس مثلا اقل من 5 فمعنى كده احنا لازم نطلع له دينجر، لو هي اكبر من 5 ممكن نطلع له مثلا سكسس. فتعالى كده احنا نكتبها، هناخد المثال ده كده بتاعه ولكن هنغير فيه شوية. ممكن نغير البلوج بوستس دي ان هي تكون ستوكس، تمام. ولو هي مثلا اقل من 2 خليها مثلا danger، ولو العكس خليها success، تمام. نعمل سيف نعمل ريفرش. اوكي انا مش عارف هو ليه اوكي اسف، هنا انا كان عندي تايب success، فزي ما انت شايف عشان هو 3 فهو هنا حاطط له success. لو هنا 2 لو هنا اقل من 3 فطبعا هيديني danger. طبعا هو هنا مش اقل من 3 فطبعا مش هيديني danger، ولكن لو قلت له اقل من 3 او equal 3 فهو هيديني هنا danger، تمام. كمان انا هنا ممكن احط له زي تول تيب فوق كده. هنا مثلا اقول له the number of stocks for example in database. لو عملت كده refresh هلاقي ان هو حاطط لي التول تيب. فالتول تيب كمان ممكن احطها جوه فانكشن عشان تكون بالنسبه لي ما اتحكم فيها اكتر، فدي مش هتبقى effective قوي زي مثلا ما انا هعملها جوه فانكشن بالطريقه دي. فانا مثلا هقول له لو هي اقل من او تساوي 3 فهقول له you should request more
stocks you are good. you are good to go. يعني لو هو أقل من أو يساوي 3 فهقوله إن أنت لازم تطلب أكتر ستوكس أكتر. لو أنت طبعا متحققش الشرط ده يبقى أنت أعلى، معنى كده إن أنت كويس وممكن تكمل شغلك عادي جدا. عملت ريفرش هلاقي هنا you should request more stocks، عشان كده أبين له إيه الفرق ما بين الأحمر والأخضر. تمام. هنا بقى بالنسبة للجروب نافيجيشن ايتم عملت كوبي للجروب. هنا مثلا هغيرها تكون بوتس زي ما هي، وهنا هخليها مثلا content management. نعمل سيف، هتلاقي ان هو نزل ال content management كجروب كده وكمان collapsible بالطريقة دي، وفي نفس الوقت خليها لي هي active. انا ممكن اروح بقى على اي حاجة تانية. هنا هيلاقي اللي هو عامل لي ليها جروبينج، ولكن محتاج بقى ان انا احط معاها كذا حاجة تانية. فمثلا ال content management system لازم يكون معاها الكاتيجوريز. فازاي بقى ادخل الكاتيجوريز تحت منها؟ فانا هاخد النافيجيشن جروب برضو واروح على الكاتيجوريز واحطها هنا. فبقت كده الاتنين دول بينتموا لنفس الجروب. اعمل ريفرش هلاقي ان الكاتيجوريز راح مع الكونتنت مانجمنت سيستم جروب. هنا بقى في حاجة اسمها جروب نافيجيشن ايتم under other items، بمعنى ان انا هنا عندي parent item وليكن مثلا posts، تحت منها هيكون عندي الكاتيجوريز والتاجز for example، او كمان هيكون تحت منها ال attributes او users او comments. تمام. فممكن ان انا اعملها بالطريقة دي. فانا هاخد ال navigation parent item، وبدل ما احطها في ال post resources انا هحطها فين؟ في الكاتيجوري. ليه بقى؟ لان لازم ال parent item ده هيكون الاسم بتاعه هيكون posts. تمام. فانا هنا بقول لل navigation item دي اللي هي اسمها كاتيجوري خليك تحت البوستس مباشرة. تمام. انا عملت سيف ورحت عملت ريفرش، هتلاقي ان الكاتيجوريز ما بقتش موجودة الا لما انا ضغطت على البوستس. يعني لو رحت في اي حتة تانية هلاقي ان الكاتيجوريز مش موجودة، ولكن في نفس الجروب لو رحت على البوستس وضغطت عليها هلاقي ان الكاتيجوريز بقت موجودة عندي بالشكل ده، وكمان البوستس متعلم عليها. لو انا رحت على الكاتيجوريز هلاقيها اللي هي تحت البوستس بالشكل ده. هنا لو انا رحت على البوست وغيرت الليبل بتاع البوست هنا وخليتها بلوج بوست، خلي بالك كمان ان هو كيس سنسيتيف، يعني لازم ان انا اكون كاتب الليبل هنا واكون نسخه بالظبط هو هنا. تمام. لو انا كده عملت سيف عملت ريفرش هلاقي ان الكاتيجوريز اتشالت خالص. ليه بقى؟ لان هو مش شايف كلمة بوستس هنا، هو شايف البلوج بوست. ليه بقى؟ لان هنا النافيجيشن ليبل هو بيعمل اوفر رايت على النافيجيشن ليبل الديفولت اللي هو بيحطه لك. فهنا لازم تاخد نفس البلوج بوست ليبل اللي انت حاطه هنا وتحطه هنا عشان يبدأ اللي هو يظهر معاك. لو انت عملت ريفرش هتلاقي ان هو كاتيجوريز ظهر معاك. هنا انت ممكن بقى تعمل كاستمايز للنافيجيشن بشكل عام بقى على البانل كلها. فمثلا انت هنا ممكن تخلي النافيجيشن دي مش كولابسبل زي كده. هتعمل ايه؟ هتروح كده على الادمن بانل بروفايدر، وهنا هتبدا ان انت تقول له في اي مكان، المهم ان هو يكون ضمن الاوبجكت اللي هو اسمه بانل. يعني ممكن تبدا من مثلا من الاول خالص، ممكن تبدا من الاخر خالص، بس انا بفضل ان هو يكون تحت على طول الكالرز. تمام. لان هو هنا بيبدا ان هو يعمل ديسكفر لحبه حاجات. فانا هنا قبل ما يبدا يعمل ديسكفر بحط الكونفيجريشن بتاعتي يعني على حسب البوزيشن اللي انت بتحبه. فهقول له هنا collapse navigation groups
باي ديفولت هو بيكون ترو، انا هخليه فولس. لو عملت سيف خلي بالك هنا بيعمل كولابس، تمام. اعمل سيف كده، هتلاقي اللي هو ما بقاش فيه هنا علامة كولابس خالص، ولكن كل حاجة زي ما هي، ولكن فكرة الكولابس دي اتشالت خالص. طبعا لو حولتها تروح هتشتغل تاني. هنا كمان انت ممكن تخلي السايد بار دي بدل ما هي ثابتة طول الوقت والبوزيشن بتاعها فيكسد، لا هتكون كولابسبل. وكمان ممكن تخليها كولابسبل اون ديسكتوب. يعني مثلا تعالى كده ناخد الكود ده كوبي وبعد كده نحطه هنا. هنا هتقول له مثلا انا عاوز السايد بار كولابسبل اون ديسكتوب، تعمل سيف. طبعا تخليها بترو. لو عملت ريفرش هتلاقي اللي هو علامة كده كولابس سايد بار. فزي ما انت شايف هنا كده ايه، انت ممكن تتحرك عادي في السايد بار. وحتى هنا لو ضغطت على البلوك بوست هيظهر لك كمان الكاتيجوريز، ولكن طبعا مش هيبان ان انت كنت عامله هنا الا لما حد يفتح الكولابس ده. تعالوا نجرب مع بعض بقى اللي هو ايه سايد بار fully collapsible on desktop. فخلينا كده نغيرها ونعمل سيف، نعمل ريفرش. هنا عمل كولابس بشكل كامل. يعني مش مجرد اللي هو عرض لك مثلا جزئية هنا ممكن تضغط عليها، لا هو هنا لازم تضغط على البرجر ايكون هنا عشان يظهر لك. خلينا كده هنا برضو نستخدم التوب نافيجيشن في حالة ان انت عاوز تحول السايد بار دي تكون توب نافيجيشن. فتعالى كده احنا نشيل الاتنين دول او نعمل عليهم كومنت، تمام. نعمل سيف، بعد كده نعمل ريفرش. كده هو حولها لك بدل ما تكون vertical بقت horizontal، تمام. بنفس الخصائص بنفس كل حاجة، وكأنك كده داخل موقع حلو. ولكن بصراحة في أي داشبورد الناس بتفضل فكرة إن هي تكون عندها سايد بار، ولكن it's cool. يعني إن أنت ممكن تخليه options. في حاجات كتير بقى أنت ممكن تعملها. فمثلا أنت ممكن تعمل comment بقى على التوب navigation وتعمل save كده، عشان بس هوريك حاجة أخيرة. هنا أنت عندك بار اللي فوق ده ممكن تشيله خالص لو أنت محتاج مساحة أكبر. وهنا باي ديفولت هو بيكون true، فأنا هتخليه false. تعمل save، بعد كده تعمل refresh. كده ما عندكش التوب بار اللي فوق ده. فلازم تعمل هنا كنترولز بقى يكون فيها sign out والحاجات دي كلها. شكلها غريب شوية ولكن it's cool. يعني لو انت خليت ده في الأول هي دي الواجهة الأساسية إن اليوزر بيدخل عليها، فانت ممكن تقدر تخليه يتعود على الشكل ده. بس انت ممكن بقى تبدأ تجرب بقية الحاجات بقى الموجودة في جوه الدوكيومنتيشن. بس كده، سلام.